هكذا يبدو مشهد محافظة كركوك شمال العراق مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أسواقها المكتظة بالمواطنين الذين توجهوا لشراء الألبسة كلا حسب ذوقه، آملين أن يكون هذا العيد يجمع الألفة والمحبة بين أبناء الشعب العراقي، كما هو الحال في هذه المدينة المتآخية بعربه وكرده وتركمانيه. احنا نعيش بمحافظة كركوك والحمد لله والشكر، يعني بأمان وبأخوة بتعايش، لأن احنا أكثرية أهل كركوك متصاهرين من جميع القوميات يعني والطوائف، والحمد لله والشكر يعني ماكو عندنا مشاكل. واحنا طبعا اليوم طلعنا نتسوق والحمد لله مثل ما تشوفون السوق يعني مزدحم، وهذا طبعا بفضل انه وجود الامن. الشعب الكركوك واخوان وكله ماكو فرق، كرد عرب وتركماني ومسيحي يمينا ماكو فرق اي شيء. الحمد لله اشترينا والله اخذنا الموجود يعني المحتاجين والحمد لله. مواطنون الذين لم تبتسم لهم الحياة شكوا من غلاء الأسعار خلال اقتراب عيد الفطر، والذي يؤدي إلى حرمان البعض من لذة العيد، فيما يرى آخرون أن لكل شخص وبحسب دخله اليومي يستطيع شراء حاجته، سواء تلك الماركات العالمية أو التي أدنى منها. أهل المحلات ما شاء الله ما يرحمون، قبل رمضان يا دوب يدورون على المحل على واحد يشتري من عندهم، وهسه ما شاء الله يكون على الواحد. مو حاله، الفقير منين يجيب؟ ما تقول منين يجيب؟ يعني واحد اذا يريد يشتري بنطلون وقميص يكلفه بال 50 75,000، العالم منين يجيب هذا الشيء؟ كل اماكن وسعره، شهر عطله السعر، هنا سعر حسب محلات او حسب الموديلات، انت اللي يعجبك. اكو مكان غالي، اكو مكان رخيص، على الموديلات بعد. فرحة شاحبة يحاول أهالي كركوك من خلال الابتعاد قدر الإمكان عن هواجسهم الحياتية الشاقة، عاقدين مع الهموم هدنة مؤقتة ليلونوا لحظاتهم بألوان الحياة. من محافظة كركوك شمال العراق، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.